احنا طبعا معانا استاذ ايهاب جلال رئيس قناه النهار رياضه ونائب رئيس شبكه قنوات النهار، ومعانا كل سنه بينورنا في مهرجان القنوات الفضائيه كافضل شبكه قنوات النهار. استاذ ايهاب نورنا. اهلا وسهلا بحضرتك. الف مبروك على التكريم. الله يبارك فيك. مهرجان القنوات الفضائيه انت طبعا بتنورنا فيه كل سنه، وعن شبكه قنوات النهار وبالاخص قناه النهار الرياضه بتاخد احسن شبكه رياضه. تقول ايه مهرجان القنوات الفضائيه بيمثل لكم ايه انتوا كشبكه قنوات النهار؟ اعتقد ان مهرجان القنوات الفضائيه مهرجان مهم بالنسبه لكل القنوات، ومعنى ان يبقى في 10 قنوات مميزين من بين 1500 قناه موجوده في الوطن العربي ده، اعتقد او في العالم، اعتقد ان ده حاجه كويسه. احنا السنه اللي فاتت الحمد لله فزنا بافضل قناه عامه وافضل قناه رياضه وافضل قناه دراما. السنه دي ما وفقناش الحظ اللي احنا ناخد قناه الرياضه، خدنا الدراما والعامه وافضل شبكه. واعتقد ان ده تكريم من الجمهور ان بيحصل عليه فوتنج فتره طويله وكده قبل المهرجان، فانا شايف ان ده احسن تكريم يعتبر بالنسبه لينا في الفتره الحاليه. يعني انت يا استاذ ايهاب شايف انه التكريم لما يبقى جاي من ان الجمهور هو اللي مختار والجمهور هو اللي مصوت قنوات النهار افضل كتير من انه يبقى مثلا كاست او يبقى اي حاجه؟ هو لو لجنه تحكيم بتبقى عباره عن 7 أو 8 اشخاص هم اللي بيحكموا، لكن لو انت جمهور انت عباره عن الاف وملايين الجمهور هو اللي بيصوت وبيعمل فوتنج، فاعتقد ان ده بيبقى اقرب بكتير قوي، يعني افضل بكتير قوي مننا. هو ده السؤال، انه مش لجنه تحكيم، لا ده راي الجمهور يعني. اشكرك واتمنى لك ان شاء الله التوفيق. طيب عايزين بس نعرف من حضرتك ايه شبكه قنوات النهار هتقدمه في الفتره الجايه؟ والله احنا عندنا شويه برامج كويسه، يعني نجوى ابراهيم عندنا بتعمل برنامج جديد اسمه العائله، عندنا الفرنجه الثلاثي المرح، عندنا ترتتا، عندنا شويه برامج فورمات جديده. اعتقد ان هي بتوصلنا لكل الذوق المصري، يعني بتوصل المعنى او بتوصل الهدف لكل الجمهور المصري، اللي بيحب رقص، اللي بيحب غنى، اللي بيحب فن، اللي بيحب ثقافه، اللي بيحب اجتماع، اللي بيحب برامج اجتماعيه زي ريهام سعيد. اعتقد ان القناه عندنا يعني الحمد لله الحمد لله ما بينقصهاش حاجه. طيب وبالنسبه للمسلسلات بقى اللي هي كانت بتتعرض عندكم في قناه النهار والنهارده بيتكرموا عليها كاحسن مسلسلات، تقولي ايه بقى في اختياركم الحلو الجميل للمسلسلات؟ هستأذنك بقى اللي يتكلم عن المسلسلات الاستاذ محمد الجزوي، هو رئيس قناه النهار دراما، وهو النهارده اللي واخد جايزه افضل قناه، فهو يكمل بقى ويكلمك عن المسلسلات ان هو اكتر واحد حافظها. طيب مبروك على التكريم والف مبروك، ودايما منورنا ومن نجاح لنجاح يا رب. اشكرك انت اللي مذيعه متالقه وربنا يوفقك. ميرسي يا استاذ ايهاب. شكرا.